اتحداكي تشوفي الوش المكرمش ده والقوام الكريمي وما تجربيش الرز بلبن بطريقتي. كوباية رز مصري مغسول كويس، وبضيف عليها 4 كوبايات من المية. بقلبهم كويس على نار متوسطة، وبستمر في تقليبهم عشان الرز ما يلزقش. لما احس ان الرز طلع كل النشا اللي فيه، ده بيكون سر من اسرار ان الرز بلبن يطلع مكرمش، ان الرز يكمل سواه او شبه معجن مثلا. بعد كده بضيف عليه لترين من الحليب، ويفضل ان الحليب يكون كامل الدسم. بعد كده بضيف علبة قشطة كاملة، لو في قشطة بلدي يبقى يا سلام، هتديكي طعم أحلى وأحلى كمان. وساعات بضيف كمان كيس كريم شانتيه بودرة لو متوفر عندي. بقلبهم كويس لمدة من 10 ل 15 دقيقة على نار هادية. بعد كده بزود السكر حسب الرغبة، بس عشان يبقى طعمه معتدل بضيف كوباية وربع من السكر، بيديني طعم مظبوط جدا. وبضيف كمان فانيليا بودرة ومعلقتين كبار من النشا متدوبين في ميه. بزودهم واقلب على طول دقيقتين واطفي النار. بصبهم في الاطباق واستنى لحد ما يبردوا خالص، واغطيهم ببلاستيك راب. وده لازم يتغطى عشان يديكي الوش المكرمش زي اللي بناكله في المحلات بالظبط. وبس كده، ونسقعه في التلاجة واضمن لكم هتاكلوا ألذ رز بلبن.